18/12/2024. في نفس التاريخ ده من سنتين اتلعب اعظم نهائي في تاريخ كرة القدم، وهو نهائي كاس العالم ما بين الارجنتين وفرنسا. وطبعا انا قلت الاعظم علشان اللي توج بالبطولة هو الاعظم في تاريخ كرة القدم، ليونيل ميسي. مش قادر اوصف شعوري من اول ماتش الارجنتين في البطولة قدام السعودية لحد ماتش فرنسا في النهائي. كل ماتش كان باحاسيس مختلفة عن الماتش اللي قبله. من قبل ما البطولة تبدأ اصلا والكل عمال يرشح البرتغال، واللي يقول لك المانيا، واللي يقول لك اسبانيا، واللي يقول لك بلجيكا، ما فيش حد كان عمال يقول الارجنتين غير قليل جدا. لا، والكلام كمان زاد واتاكد ان الارجنتين هتبقى بعيده عن المنافسه لما خسرت من السعوديه 2-1 بهدف الدوسري. ساعتها الكل قال شكرا، الارجنتين خارج المنافسه، ما عدا اللي عارفين ميسي كويس قوي وعارفين ان هو من كوكب تاني وما يعرفش حاجه اسمها مستحيل. بعدها ميسي ما بيعملش حاجه في البطوله غير ان هو يكون قائد